السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية بعتذر عن لقاء الجمعة اللي فات. ظروف خارجة عن إرادتي، وطبعا أنا الخسران لأن أنا بستمتع بتواجدي مع حضراتكم إخواتي وحبايبي. ربنا يبارك في عمركم، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور وما يتكررش تاني. النهاردة إن شاء الله مواضيع مهمة جدا بخصوص الأسعار وتقلبات الأسعار في السوق، أشتري ولا لأ، وإيه الأنواع والأصناف اللي ممكن أشتريها حاليا تكون على قد الإيد وجودة عالية، تضمن لي الشغل والسفر بأمان، وفي نفس الوقت خدمة ما بعد البيع. في البداية برضه هنتكلم عن تكملة الفيديو قبل اللي فات، يعني الجمعة قبل اللي فاتت، ما احنا ما عملناش اللي فاتت، ففي تكملة اللي فات. تابع معايا الفيديو. ورجعنا تاني مع بعض. أول حاجة تكملة الجمعة اللي فاتت، اللي قبلها الفيديو اللي فات، كنا طلعنا جولة كده في معارض خارج مصر، واتكلمنا وشفنا بعض انواع بنيلي وكيوي بتنزل بره نفس اللي هنا بالظبط، وفي اصدارات ما بتنزلش هنا. يعني مثلا السي لايت او ال 600 في البنيلي، لكن شفنا التي ار كي والانسينو 250 و500، كل الكلام ده هو نفس الموضوع. طبعا الحاجات اللي ما بتجيش هتلاقي يعني زي سياسات السوق نفسه، او نظرة المستورد او المصنع، إيه اللي يحتاجه السوق، إيه اللي يمشي معايا، إيه اللي ما يمشيش معايا. دي حاجات خاصة بالسوق. لكن اللي هتشوفه غريب جدا النهارده الهندي، شركة بجاج خصوصا، لما تبص على المعارض بره مصر هتلاقي نفس اللي هناك نفس اللي هنا بالظبط. هما الثلاث اصدارات، اصدارين ثابتين، والاصدار اللي عامل عليه بروباجندا بره هو نفس اللي هنا، كأن مفيش حد نزل 400 غير الدومينر. هتبص تلاقي البوكسر، سواء العاده او الاكس، البلسر 180، نفس الستايل بنفس الشكل بنفس الامكانيات بنفس كل حاجه، هي واحد. ولذلك تحس ان الشركه دي عامله زي شركه نوكيا، مفيش تحديثات، مفيش تطور، مفيش الكلام ده. فتلاقي هي نفس التصميم بنفس الستايل، تحس انها بتجبرك. عايز شعبي خد بوكسر، عايز متوسط خد بلسر، عايز حاجه عاليه يبقى دومينر. هم دول اللي عندي. لا، ميزه بقى الشركات التانيه ان عندها يعني مثلا حتى الياماها والهوندا والكوزاكي والكلام ده عندهم من اول ال 70 سي سي. تمام. فالتنوع والتغيير ده مطلوب في اي سلعه. ليه؟ عشان تواكب كل الاذواق وتوافق كل الاذواق والاراء. تمام. يبقى دي حاجه مختصره كده زي ما حضرتك شايف، ده عن تكمله الفيديو اللي فات ما بين الهندي والاصدارات التانيه. الحاجه التانيه تقلبات السوق. للاسف تقلبات السوق، انت قعدت النهارده بتستحي بتتحرج تقول للعميل سعر الموتوسيكل. كل يوم في زياده. انت ممكن النهارده تعمل فيديو والله سعر الموتوسيكل كذا، يجي بعد 3 4 ايام يحجزه. للاسف ده رفع التجار. وللاسف في بعض التجار يعني مفيش ضمير اصلا، يقول لك انا موقف الشغل ليه يا عم، اصل في زياده. طب ليه توقف؟ هي سبحان الله في كده. ده كمان في تجار كمان للاسف بيرتكبوا او بياكلوا حرام، ان هو ممكن تحجز عنده حاجه وبعد ما تحجزها وتدفع مقدم او تدفع الفلوس، لا والله السعر زاد. المفروض ان في اتفاق طالما في فلوس. احنا بنتكلم لو بالكلمه كده ماشي، مع ان الكلمه عقد، ولكن خليها ماشي، انت ما دفعتش فلوس، لكن انا دفعت فلوس خلاص. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس. في تقلبات كتير في السوق، تشتري النهارده احسن من بكره طبعا. طب ايه الحاجات الاعتماديه؟ طيب انا هشتري ايه الحاجات الاعتماديه اللي انا اشتريها بسعر كويس دلوقتي في الغلاء اللي احنا فيه ده؟ افضل حاجه حاليا موجوده، ودي اللي انا بقولها من سنين، داين 4 ايه. داين 4 ايه النهارده تقريبا 21 او 21 500 الاصل بتاعها، وفي نفس الوقت سعر اقل حاجه في السوق حاليا اعتماديه، حجم كويس عائلي، جوده ممتازه فوق الممتازه، بس نقي كويس. شوف عشان الكلام ما يختلفش، كلامي من 2020 حتى الان، نقي كويس. روح لواحد امين ينقي لك الموتوسيكل كويس ويقفل كويس ويربط كويس. تمام. يبقى جوده، خامه، سعر يعتبر اقل فئه حاليا في الفئه الاعتماديه بتاعت الشغل. حجمه عائلي وينفع للسفر والشغل والكلام ده. اقتصادي جدا 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 في استهلاك البنزين، سهل جدا في الصيانه، قطع غياره
متوفره في اي مكان، لدرجه ان انا كنت بقول موجوده عند البقال وبتاع الصيدليه، ورخيصه وعلى قد الايد واي حد يشتغل فيها. طيب في حاجه تانية، لو عايز تطلع فوق شويه يبقى قدامك ال 26 دي اللي بعدها على طول في الساعه، والفلامينجو. دول برضو اعتماديين و100% وفيها سعريه تقريبا قريبه من بعضها. بعد كده تقريبا مفيش في الشعبي، لان بعد كده في الشعبي هتلاقي 26 و27 و28 و29 وشعبي، ودول انضف منهم. تمام؟ يبقى احنا ايه، حاول ما تبصش للسعر يقول لك ايه الغالي ثمنه فيه، مفيش الكلام ده. هي شركه واحده وخامه واحده وكل حاجه واحده. تمام؟ يبقى ناخد بالنا من الحته دي كويس. عندنا كمان طبعا الناس هتبدا تصين مع ارتفاع السعر والكلام ده، الصيانه هتكتر، يبقى لازم تتعلم فنيات. بلاش فنيات، بدائيات الصيانه، الحاجات السهله والصغيره كده تعملها بايدك، سلك بنزين، سلك دبرياج، حنفيه بنزين، الحاجات البسيطه والتشحيم والكلام تعمله بايدك عشان توفر على نفسك فلوس. انت راجل فاتح بيت والموتوسيكل هو مثلا دخلك، يبقى عايز توفر قدر الامكان. هتعرف الحاجات الاساسيه. طبعا في قناه اسمها عائله الموتوسيكلات عليها كل حاجه خاصه بالصيانه. في نفس الوقت هتبدا بقى ايه، نشتغل في شغل المخارط. المخارط هتشتغل، هنبدا بقى ايه، نظبط شغلنا ونحاول نمشي. ليه؟ النهارده الموتوسيكل ابو 25000، طب انا مش عارف اجيبه. انا ممكن موتوسيكل يكفيني 20 30 سنه، مش لازم بقى كل سنه اجدد. يعني مش لازم كل 6 شهور، سنه سنه ونص اجدد، لا، ده انا ممكن الموتوسيكل بتاعي يكفيني بال10 وال15 وال20 سنه. ازاي؟ مش هيتاكل؟ لا مش هيتاكل. امتى؟ لما احافظ عليه صح. طبعا في فيديو كيفيه المحافظه على الموتوسيكل اطول فتره ممكنه بافضل كفاءه او بدون اعطال، ده على نفس القناه، هتسمعه وتضيف عليهم. عايزك تغسل الشاسيه بزيت من جوه، لان طبعا بره سهل لكن جوه انا عايزك من جوه. الطرق ده كلها هنعملها فيديوهات، ولازم نظبط حالنا بعد كده عشان يعني ايه ما نصرفش كتير وما نبهدلش فلوسنا، والحاجه بقت نار فانا مش عايز كل شويه اصرف. يبقى لازم تاخد بالك من اساسيات. يبقى اول حاجه بص على الاقل في السعر والاعتماديه. ليه؟ عشان نوقف الحاجات الغاليه. ما انا عندي بديل اهو، يبقى انزل تحت. كده كده كله الشكل واحد. في حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها النهارده في اللقاء ده، ما تبصش للشكل. ناس كتير جدا شهوتها في عينيها، يقول لك لا 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 انا عايز. طيب حاجه عاليه وتشتغل بيها ازاي؟ يعني واحد يروح يشتري لي مثلا ار اس 250، هي في الفئه بتاعتها رقم واحد ماشي، بس مش دي بتاعت الشغل، هتباعها وتخسر فيها. تمام؟ واحد يروح يشتري لي مثلا تي ار كي او تي ان تي او الكلام ده، يقول لك ايه اصل انا هشتغل دليفري. يا ابني ماشي انا معاك، انت اشتغل دليفري، اللي هتجيبه هتصرفه على الموتوسيكل لو حب تعمل له صيانه. فلازم نكون واقعيين شويه. ده غير ده. عايز حاجه بقى منظر وتشتغل، يبقى تاخد اراء الناس. منظر وتشتغل تاخد راي، اقول لك ايه، هات حاجه فئه شعبيه برضه وتقبل التعديل، يبقى احنا هنعدل عليها، فهتبقى شكلها كويس جدا ومية مية وبنت ناس، واطلع خروجات زيها زي الريس. كلام جميل. وفي نفس الوقت لما تشتغل وتتخبط منك تنام على جنبها، الكلام ده ما تكلفنيش كتير، واي حد برضه يشتغل فيها. يبقى دايما عدل. كان في مهندس الله يبارك له من القاهره كده، كان قال لي مثل انجليزي، طبعا انا هترجمه لان انا ما اعرفش انجليزي، فكان بيقول الحاجه او المعده او اي شيء زاد امكانياته كترت اعطاله ومصاريفه. تمام؟ يبقى لما اجيب حاجه امكانياتها محدوده واعدل انا عليها احسن لي. تمام؟ يبقى تاخد بالك من الحته دي كويس جدا. يبقى النهارده تطرقنا لموضوع الهندي، ان هو واقف بوكسر، بالسر، دومينر، ده اللي موجود في العالم، مفيش جديد، هو ستايل ثابت في كل الدول وفي كل المعارض. الاسعار تقريبا ثابته. عندنا بقى الشركات الثانيه دي ميزتها في التحديثات. يبقى التحديثات دي ميزه، ان انا عندي فلامينجو وكاديلاك ومش عارف ايه، كل واحد له ستايل وذوق معين في شروط التانك، في حجم التانك، في الكلام ده. تمام؟ تاني حاجه الاسعار متقلبه، هتشتري النهارده احسن من بكره. تمام؟ هتربط كلام بمقدم احسن من ما تربطش. التجار النهارده للاسف التجار هم الفجار الا من رحم الله، ربنا يسترنا كلنا. طبعا ما بنلعبش في حد، ولكن فعلا انا بشوف حاجات سيئه جدا ما تنفعش. المفروض انت اديت كلمه خلاص انتهى الموضوع، بس ربنا يسترها يعني، فربنا يكرم. تالت حاجه ما تبصش شهوتك ما تخليهاش في عينك، لا،
هات على قد ايدك وعدل وظبط، هتلاقي الحياه 100 100. بشويه بويا ممكن تعمل موتوسيكل كافي ريسر من موتوسيكل بلامه بشويه بويا. تمام؟ فتظبط امورك في دي. حاول تصين وما تقعدش تجدد. يعني مثلا ما تسخنش ورا واحد يقول لك انا هجدد كل 6 شهور كل سنه، لا. حاول تظبط امورك اليومين دول عما تشوف الموضوع ده رايح فين. دمتم في امان الله. ما تنساش دعوه منك ليا تحت في التعليقات. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.